الأسطورة بتقول إن في القرن التاسع راعي غنم إثيوبي لاحظ إن الغنم بتوعه لما أكلوا من شجرة البن بقوا أكتر نشاط وحركة وحيوية لدرجة إن ما جالهمش نوم بالليل. راعي الغنم جرب بنفسه، ومن هنا بدأت رحلة المشروب الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، نبيذ العرب أو الخمر الحلال. بنتكلم النهاردة عن القهوة اللي النهاردة بقى اسمها الذهب الأسود، لأن تجارتها تقدر ب 145 مليار دولار، وده في سنة 2022 بس. وده لأن البشر بالصلاة على النبي كده بيشربوا يوميا ما يقدر ب 3 مليار كوباية قهوة. أيوة، البن الأخضر هو تاني أكثر السلع تداولا في العالم بعد النفط الخام. في القرن ال15 كانت بدايته الحقيقية لما اتنقلت لليمن عن طريق الإمام الصوفي محمد بن سعيد الزبحاني، وبدأ استخدامها بين المتصوفين لأنها كانت بتساعدهم يسهروا ويتعبدوا، وده لأنها كانت بتديلهم طاقة وتركيز. ومن ساعتها بقوا اليمنيين أول ناس تزرع القهوة وتصدرها للعالم كله، تحديدا من ميناء مدينة المخا اللي هتسمى على اسمها المشروب المشهور الموكا. وعلى القرن ال16 اتنقلت القهوة لشبه الجزيرة العربية بسبب الناس اللي كانت بتحج وشربوا القهوة وعجبتهم نقلوها لبلادهم، فانتشرت القهوة لبلاد فارس وسوريا والعراق وتركيا ومصر والعالم كله. ومن هنا بدأت المقاهي بالظهور عشان الناس تشرب فيها القهوة اللي مع الوقت خدت تسمية المشروب نفسه. وعلى بداية القرن ال17 كانت القهوة وصلت لأوروبا والأمريكتين، والنهاردة بذور البن بتتزرع في أكتر من 70 بلد. طبعا البرازيل أكتر دولة منتجة للبن في العالم كله. القهوة ليها فوائد كتير، بتساعد على التركيز وبتحسن أداء الذاكرة والعقل، وبتقلل مخاطر التعرض لأمراض زي الخرف والزهايمر وأمراض القلب والسكتات الدماغية والسكر، بتحمي الخلايا من التلف، وكمان بتقاوم الاكتئاب. في ابحاث كتير اتكلمت على ان الاشخاص اللي بيشربوا القهوه اقل عرضه للانتحار من الناس اللي مش بتشربها. اسم القهوة جه من الفعل قهى، يعني عدم الجوع، عشان كانت بتسد النفس عن الأكل. وكلمة قهوة في وقت من الأوقات كان بيتقصد بيها الخمرة الحقيقية. وطبعا القهوة اتحرمت من الشيوخ في السعودية ومصر في القرن ال16، وكمان من الكنيسة في إثيوبيا في القرن ال18. بس مع الوقت انتوا عارفين طبعا ايه اللي حصل. وفي النهاية خلي بالك عشان كتر شرب القهوة بيسبب ارتفاع ضغط الدم والأرق وهشاشة العظام والتجاعيد كمان. يعني من الآخر القهوة حلوة بس ما تكترش عن فنجانين 3 بالكتير قوي. وما تنساش تشترك وتبعت الفيديو لحبايبك وقول لهم اعزموني على فنجان قهوة.